اولا قبل اي شيء، العدس مش بتاع الشتاء. العدس من المبردات، من الحاجه اللي هي بتبرد الجسم. يعني هو اصلا المفروض انا لما اخده في الصيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه الاعشاب الصغير محل الشيخ العطارين. النهارده الحلقه الثالثه من حلقات الشوربه. عملنا اللحمه وعملنا الفراخ، والنهارده زي ما قلنا قلنا هنعمل شوربه العدس، ومنتظرين ارائكم في الشوربه عشان نشوف هنكمل ولا هندخل بقى في شغل رمضان والتصنيفات، والفيديو اللي انا وعدتكم بيه ازاي نختار البهارات بتاعتنا من عند اي عطار. اولا قبل اي شيء، العدس مش بتاع الشتاء، ودي يعني صدمة كتيرة انا عرفتها في مجال الدراسة بتاعتي. ما يبقاش في الشتاء، يبقى ممنوع اصلا عن الناس اللي هي عندها بلغم ووزنها زيادة وبتحس ان هي لما بتاكل بتهبط وعايزة تنام. العدس بيعمل نفس الوضع ده، وعشان كده لما انا جيت عملت المكونات بتاعته في الفيديو زودت الزنجبيل والشطة علشان تكسر البرودة بتاعته ونعرف ناكله في الشتاء. دخلتنا في حوارات تانية يا عم الحاج ملناش دعوة بيها. ايه اللي دخل العطارة والبهارات في مجال الاعشاب؟ احنا اتفقنا ان احنا هنعمل بهارات صحية تفيد صحتنا، يبقى بالتالي لما اجي اقول حاجة نعرف هنستخدمها امتى وايه الكويس لينا وايه الوحش لينا. العدس من الحاجات اللي ما تنفعش في الشتاء لانه من المبردات. طب انا بحب العدس والناس كلها متعوده تشربه او تاكله في الشتاء، طب نعمل ايه؟ نكسره بالمواد الحاره اللي هي زي القرفه زي الجنزبيل زي الشطه، وعلشان كده دي من ضمن المكونات بتاعته. تعالوا الاول ناخد المكونات بتاعته ونشوف احنا ليه زودنا الشطه والجنزبيل، ونرجع لكم في نهايه الفيديو. ان شاء الله تالت حلقه من حلقات الشوربه. عملنا اللحمه والفراخ، والنهارده هنعمل شوربه العدس. اول حاجه في المكونات بتاعتها تبقى فلفل اسود، كمون بلدي، كزبره. في نقطه بس انا حابب اتكلم عنها. المقادير اللي انا بكتبها ساعات بتلاقيها معلقه كبيره ومعلقه صغيره وهي الكميه صغيره، ده على حسب هي معموله حصى ولا مطحونه. الحصى بياخد حيز، فلو هي في المعلقه بتبقى مساحتها كبيره، فلو هنلتزم بالجرامات نلتزم بالجرامات، بالمعلقه يبقى بالمعلقه. كركم هندي اصفر، كاري بقى من بتاعنا. خلاص احنا بقينا معلمين دلوقتي، ما عدناش بنشتري حاجه من بره مصنعه، كله بقى من بتاعنا. كاري، شطه. وانا اقول لكم ليه عدس ما ينفعش من غير شطه، ده انا هصدمكم بالعدس بعد ما نخلص الفيديو. شطه حسب الرغبه، ولو ان هو اصلا ما ينفعش من غير شطه. زنجبيل ابيض الصيني، دي على الدرجات بتاعته زي ما احنا متفقين. قرفه، ورق لوري، ورقتين 3 عشان الريحه الحلوه بتاعته. زعتر، الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي في شوربه العدس. نعناع، ولو متاح ريحان ممكن نحط ريحان برضو. اي حاجه من الاخضرات، مش هتقول لا، بالعكس هتدي طعم حلو وتست عالي. معلقه ملح، سواء العادي الصيني، ملح الليمون، هي حاجه بس عشان تجميعه ومزازه، تدي امتزاج حلو. من غير التجميعه دي يعني ده بنقول عليه العامل المساعد. ومعلقه سكر ابيض بني بتاع التموين، هي معلقه سكر وخلاص عشان تعادل بس الملح. كده ده الشكل النهائي بتاع تجميعة شوربة العدس. تعالوا نطحنها بقى ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك، حتة قوية جدا، والاخضرات ظاهرة فيها اذا كان النعناع، الريحان، الزعتر، ورق اللوري، ريحة الكزبرة برضو عاملة شغل. ما شاء الله اللهم بارك. تعال نفرغها بقى ونقول ايه
الحاجه التكه الكبيره قوي اللي في العدس، وان هو ما ينفعش للشتاء وينفع للشتاء. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا شوربه العدس. المكونات بتاعتها جميله، ريحتها حلوه، يعني حتى لما ناخد منها مثلا معلقه على المقدار بتاعنا هتلاقي فيها نسبه شطه حلوه. الريحه بتاعتها جميله علشان خاطر النعناع واللوري، واذا كنا ضفنا الريحان ومعانا الزعتر، من الحاجات اللي هي الجميله. لو حد محتاج اسئله تخص مجال البروده والحراره والكلام زي كده يسيبها لنا في الكومنتات. حد محتاج اي حاجه تخص بقى شغل رمضان والشوربه القادمه تبقى ايه، مفيش اي مشاكل، موجود كميات نقدر نوفرها لاي حد. حد عامل مثلا شغل ولا حاجه وبيحتاج شوربه العدس كتير، نقول المكونات بتاعتها. ست البيت موجود بهارات ميكس نقدر نوفرها لكم. ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.